أمرك يا سيادة الرئيس. أنت أول امرأة في الجيش التونسي تتحصلين على هذه الرتبة، أنت جديرة بها، والمرأة التونسية جديرة دائما بالتتويج وقادرة على أن ترفع كل التحديات وأن ترتقي إلى كل المناصب. دخلت التاريخ بهذا التتويج، وسنصنع التاريخ معا مع أبناء شعبنا ومع قواتنا المسلحة العسكرية ومع كل الأحرار في تونس، حتى تبقى تونس دائما حرة مستقلة مرفوعة الراية في كل مكان. أول امرأة أمير لواء بالجيش التونسي بمناسبة ذكرى عيد الجلاء، الذكرى 60 لعيد الجلاء. المرأة التونسية جديرة بأن تتوج في كل المحافل، والحمد لله تعالى اليوم تحصلت على رتبة أمير لواء. شكرا. 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 شكرا.